اوعى تعمل بلاط او سيراميك على سقف الدور الاخير لو لقيت قشاير الاعمدة ظاهرة فوق السقف، علشان ما يحصلكش كارثة كبيرة زي اللي حصلت في السقف اللي انا بصوره ده. السقف ده باختصار كان معمول بلاط اسمنتي وما تحتهوش عزل حراري ولا عزل مائي، فالعميل كلمنا علشان نعزله السقف، فقررنا ان احنا نشيل البلاط الاسمنتي القديم ونعزل عزل مائي وحراري على خرسانة السقف الاصلية. بس اتفاجئنا ان احنا بعد ما شلنا البلاط الاسمنتي ان احنا لقينا كل اشاير اعمدة الدور الاخير اللي شايلة السقف ده مدفونة تحت البلاط. وطبعا لما حصل تسريب مية من الفواصل بين البلاط وصلت لأشاير الأعمدة، مع وجود رمل تحت البلاط، مع وجود بواقي جير وبواقي جبس مدفونة تحت البلاط، اللي حصل إن حديد الأعمدة صدى بالكامل ونقل صدى لأعمدة المبنى اللي تحت أو أعمدة الدور اللي تحت والسقف الدور الأخير، فظهرت شروخ في كل الأعمدة وظهرت شروخ في السقف بسبب إن هم سابوا أشاير الأعمدة تحت البلاط بتاع السقف. وكان الحل هنا ان القشاير دي كلها تتقطع بالصاروخ وتتغطى بجراوت، او ان هي تتصب خرسانة وما يجيش عليها ابدا مية او رمل او جير او جبس. وعايز اقول لكم ان الحديد اللي انتوا شايفينه على الارض ده احنا مقطعينه بايدينا، يعني الحديد ده كان تحت البلاط والحديد وصلت بيه حالة الصدى انه تآكل تماما لدرجة ان احنا بقينا بنقطعه او نقسمه نصين بايدينا.